تصاعدت الأزمة بين الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام، وذلك بعد فيديو لبيومي فؤاد أثناء عرض مسرحية زواج اصطناعي الذي كان يعرض من ضمن فعاليات موسم الرياض، يوضح من خلاله أسباب عرض المسرحية واستبدال محمد سلام بالفنان محمد أنور. وقال محمد سلام في تصريح خاص لأهل مصر: أنا ما كنتش مصدق امبارح الصفحات التي تداولت الخبر بالشكل ده، وقلت أكيد بيومي ما يقولش كده غير لما أشوف بعيني في فيديو، ولما شفت الفيديو ما كنتش مصدق، ولكن مش حابب أرد عليه. وعن استبدال دور محمد سلام بالفنان محمد أنور قال: أنور صديقي وأخويا وبتمنى له كل خير، يوفقهم في القادم، كل بني آدم حر في أعماله وفي تقديمه. خرج الفنان بيومي فؤاد عن صمته ليعلق على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب هجومه على الفنان محمد سلام، وذلك بعد انسحابه من مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وظهر بيومي فؤاد في فيديو عبر انستجرام قال فيه: من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا. شيء عظيم إن أنا أخرج وأتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري، فأنا بشرف بلدي. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها، وأنا فنان مصري وليا الشرف، جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف. إحنا بنتعب وبنقدم فن، ولو الموضوع كده ففي فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا. تسبب الفنان بيومي فؤاد في جدلا واسعا بعدما تصدر اسمه ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار تصريحات منسوبة له عن الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي. وانتشرت تصريحات منسوبة للفنان بيومي فؤاد بعد انتهاء عرض المسرحية وأثناء وقوفه على خشبة المسرح قائلا: على فكرة محمد سلام ممشيش عشان الفيديو والهبل ده، أنا اللي مشيته. وانقسمت الآراء بسبب هذه التصريحات المنسوبة لبيومي فؤاد. هناك من هاجمه بشدة ودافع عن محمد سلام، وآخرين أوضحوا أن بيومي ربما كان يمازح الجمهور بهذا الأمر.